محدش يسألني شعري ماله النهاردة في ايه، يعني شايفين حجمه قد ايه. هو كل اللي انا عملته امبارح بس ان انا لما خدت شاور، وانا على فكرة يعني بخاف جدا وبترعب من ان انا اخد شاور في الشتاء، علشان انا يعني باعية من اقل حاجة. فانا بجد لما كل مرة اخد شاور ببقى في قمة الرعب، وببقى اولموست متأكدة ان انا هعيا تاني يوم. واكتر حاجة بتعييني هي شعري المبلول. فاللي انا عملته امبارح لما خدت شاور ان انا فضلت حاطه شعري جوه المايكرو فايبر تاول دي تقريبا طول اليوم لحد ما شعري نشف جواها، وبقى شكله بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس ده مش موضوعنا النهارده، فخليني الم شعري ونكمل الفيديو. في فيديو النهارده بقى هحاول ان انا اعمل ميك اب لوك للفالنتاين او عيد الحب. وانا عارفه مش كل الناس بتحتفل بعيد الحب، وبصراحة ولا أنا كمان بحتفل بيه. أنا بقالي أكتر من 5 سنين متجوزة، فخلاص عدينا مرحلة الحب والعصافير والكلام ده كله. بس في ناس كتير بتحتفل، وحتى للي مش بيحتفل ده هيبقى ميك اب لوك هادي كده، ينفع لخروجات حلوة. ممكن حتى لو انت خارجة مع أصحابك خروجة حلوة، أو أي احتفالية في العيلة، عيد ميلاد، أي حاجة. يعني هحاول أعمل اللوك بحيث إن هو ما يبقاش اوفر، ويبقى مناسب لكذا مناسبة، مش بالتحديد لازم لعيد الحب. واللي انا عملته ان انا قعدت على النت كده، اتصفح الانترنت واشوف ايه الميك اب لوكس بتاعت عيد الحب او الفالنتاينز داي السنة دي. فطلعت لوكين كده، وممكن ان احنا نستخدمهم هما الاتنين او نعملهم في يعني في لوك واحد مع بعض. اول واحد هو اللوك ده، وهو زي نيوترال كده او نودز كله على بعضه، مش عارفة هتقدروا تشوفوه ولا لا. واللوك التاني هو يعني برضو نود، بس يعني يمكن بلاشي شوية، او البلاش كده على خدها يعني كتير. بس في الصورتين لو انتوا واخدين بالكوا الشفايف نود، يعني واحدة على بني شوية واحدة على بينك شوية. العين فيها زي وينج خفيف او سمادجد وينج كده. والصورتين الحواجب فلافي مش متحددة جامد يعني، فالاتنين شبه بعض بس واحد مختلف عن التاني شوية. فهحاول اعمل لوك بنفس الطريقة. فهبتدي الاول بميك اب العين، عشان بما ان احنا هنعمل حاجة زي وينج كده او كده او ميك اب عين مسحوب، هبقى عايزة ان انا لو اتلخبطت اقدر ان انا امسحه قبل ما احط الفاونديشن والكونسيلر. فهبدأ على طول بكونسيلر، اللي قلتها بالصدق كونسيلر. فهبدأ على طول بال tinted smudge proof اي شادو بيس، ده اي برايمر من براند نارز، ودي الشيد اللي معايا ميديوم. وقبل التصوير عملت حواجبي بالبراو جel. هاخد الباليت دي بتاعت هدى بيوتي، دي الميركوري ريتروجريد، وبفكر ابدا باللون ده. هو يعني زي داستي روز كده شويه، وهحطه في جفني زي درجة انتقالية. وبفكر ان انا ميكس معاها برضو شوية من البني ده، بحيث البينك ما مش عايزة البينك يبقى قوي قوي. هاخد يعني فرشة سمادجر كده شوية، وهاخد من اللون الكريمي يعني حاجة بسيطة. هخفف اللون من على الجفن كده شوية. هو لون كريمي فكأنه هيفتح الألوان، يعني هو مش هيضيف لون زيادة، هو بس هيخفف اللون. وممكن تبقى فاكرة ان احنا نعمل اي شادو اللوك بتاع او الالوان كلها مات. ممكن نحط شيمر بس في الانر كورنر. بعد كده عشان اعمل الوينج هستخدم الباليت دي من كولر بوب اسمها ذات ستوب، وهي كلها الوان بنيات كده. فبفكر اخد لون بني ما يبقاش تقيل قوي. خليني ابص على الصور كده واشوف الوان الوينج ايه هنا. يعني اوكي الصورة دي الوينج هنا اسود يعني او اولموست اسود، التانية بني شوية. فانا ممكن اميكس ما بين البني ده والبني ده، لان ده غامق قوي وفي نفس الوقت ده مش غامق enough ان انا استخدمه لوحده. فممكن اميكس الاتنين مع بعض. فخليني اجرب اخد فرشة انجلد كده، بس دي فرشة كبيرة شوية. فانا ممكن اعمل البيز بتاع الوينج بيها، وبعد كده لما عايزة اخليه بقى شارب هستخدم واحدة اصغر. خليني ابدأ كده امسك مراية في ايدي عشان ابقى اركز ابص فيها من قريب. وهبتدي ان انا اعمل الوينج كده.
طبعا كالعادة الوينجين ما بيطلعوش شبه بعض بالظبط، بس مش مشكلة خالص. ممكن بقى اخد فرشة تكون اكبر شوية، وهجيب يعني فرشة برضو سمادجر كده تكون يعني اكبر من الانجل شوية عشان اعرف ادمج طرف الوينج من جوه، عشان انا مش عايزاه هارش قوي. بفكر ان انا ارجع باللون البني ده تاني في الهدى بيوتي باليت وادمج بالوينج. يعني انا حاسه كده حلو، بس عايزه بقى ايه، امشي بلون غامق شويه على الووتر لاين او سوري مش الووتر لاين، اللاش لاين اللي هو خط الرموش. فهاخد اللون البني الغامق ده في الكولر بوب اي شادو، وهمشي بس على خط رموش، مش هدخله في الوينج. وبالباقي اللي على الفرشه بس هدخله شويه في الوينج بس، يعني مش هتقل الوينج، مش هخليه بني قوي، بس كأني بدمج الخطين مع بعض. طيب انا طلعت اوف كاميرا، ظبطت الوينج يعني خلاص كده، ده اقصى حاجه ممكن اعملها. وحطيت ماسكارا زي ما انتم شايفين، يعني الاي لوك فيري سيمبل. كل اللي انا هعمله لما اخلص ميك اب الوش ان انا هحط ترانزيشن شيد بس تحت يعني في الجفن التحتاني او تحت خط الرموش، وهحط هايلايتر ولا حاجه في الانر كورنر، وده يبقى الاي لوك بتاعنا. الفيس ميك اب بقى عايزه اعمله جلوي وبلاشي زي الصور بالظبط. ولو ما شفتوش الفيديو اللي فات، انا كنت بحاول اعمل لوك جلوي الفيديو اللي فات، ومن كتر الجفاف اللي كان في بشرتي اللوك باظ. روحوا شوفوا الفيديو، فيديو مسلي جدا. فهحاول ان انا انجح العمليه المره دي. هستخدم الفاونديشن بتاعت هاوس لابز، دي الفاونديشن المفضله او ده البرودكت المفضل عندي من سنه 2023، ومتاكده ان الفاونديشن دي جلوي جدا. فهوبفلي المره دي اللوك الجلوي ده ينجح. فهبدا احط برايمر يكون جلوي شويه. هحط 2 برايمر، يعني برايمر بيثبت وبرايمر يدي جلو، وحتى اللي بيثبت ده بيدي شويه ترطيب للبشره. انا اوريدي حاطه برضو ايه السكين كير بتاعي، بس البرايمر ده برضو بيدي جلو كويس للبشره. احكولي بقى يا جماعه، مين فيكم بيحتفل بعيد الحب ومين ما بيحتفلش؟ يعني حتى لو انت مش متجوزه ولا مخطوبه مثلا ولا اي حاجه، هل بتخرجي مثلا مع صحباتك او بتعملي فيه حاجه في اليوم ده عامه، ولا ما بتعمليش حاجه خالص؟ انا بصراحه يعني طول عمري وانا صغيره، واحنا حتى كنا في المدرسه بنقعد نحتفل بالفالنتاين وكده، وكنا بنجيب هدايا لبعض. يعني حتى المدرسه كانت بنات بس، فحتى كده كنا بنجيب هدايا لبعض. يعني الصحاب بيجيبوا لبعض هدايا، وساعات بندي للمدرسات هدايا برضو وكده. يعني كانت بتبقى لطيفة. ساعات كنا نلبس برضو شرايط حمراء في شعرنا. طبعا يعني حاجات كلها كانت كليشيه قوي. دلوقتي برجع افتكرها واقول الهبل اللي احنا كنا نعمله ده، بس كانت حاجة لطيفة يعني ان احنا ايه نعبر عن حبنا لبعض، وتبقى حاجة لطيفة ان الناس تعمل حاجة حلوة لبعض يعني. وعلى فكرة مش شرط ان يكون اللي بنحبهم دول هم بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الاب والام، الاخت، الصديق، الجار. بعد كده هحط زي البيس اللي هو جلوي كده شويه. I think انتوا عارفين هو اني برودكت، بس انا مش عايزه اقوله بما ان هو مقاطعه. مش ببقى عايزه اروج للمنتجات، بس زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لو حد سالني ايه المنتجات دي مش هخبي يعني، وهكتب لكم يعني اللي هيسالني هقول له في الكومنتس هي ايه الحاجات دي. بس انا مش ببقى عايزه اقول عليها واروج كاني بروج لها او كده. هدمجه بفرشه فاونديشن لان هو بيدي برضو جلو حلو قوي، فبيبقى اكسترا جلو تحت الفاونديشن. بس زي ما قلت لكم بقى، يعني انا بقى لي 5 سنين متجوزه، فبطلنا بقى نحتفل بالحاجات دي، يعني كبرنا شويه على الحاجات دي. بس يعني لو احنا فاضيين مثلا ممكن نخرج خروجه ولا حاجه، بس يعني ما بيبقاش فيه احتفاليه سبيشال يعني بمناسبه عيد الحب. يعني لحد دلوقتي البيز جلوي الحمد لله. هعمل اندر بينتنج الاول، مش هحط الفاونديشن دلوقتي، هخلي الفاونديشن اخر لاير. فهنعمل اندر بينتنج، وده معناه ان انا هحط الكريم برودكتس الاول، الكونتور او البرونزر والبلاش والكونسيلر، وبعد كده بعمل عليهم طبقه فاونديشن تكون خفيفه قوي. وكل الحاجات دي بتساعد على ان الميك اب ما يبقاش طبقات تخينه وشكله وحش، فده هيساعد ان اللوك يبقى جلوي وشكله ناتشرال.
بالنسبة للكونتور او البرونزر هستخدم الميك اب باي ماريو ستيك، دي درجة ميديوم، وهي برونزر ستيك كده او كونتور ستيك، بس هي بتبقى ساقعة قوي في الشتاء، فانا هدفيها على ظهر ايدي، يعني مش هستخدمها من الفرشة على طول. هعمل كده كده بيخلي البرودكت يبقى دافي بس شوية ويسيح، يعني هياخد الدفى بتاع الايد ويملت كده شوية. هغير بطارية الكاميرا وارجع لكم على طول. فهبتدي بعد كده بقى اخد فرشة وابتدي اخد من الكونتور ده اللي على ايدي. زي ما قلت لكم الطريقة دي بتخليه، بس عشان احنا في الشتاء فالدنيا ساقعة شوية، فبتخليه يستخدم السخونية بتاعة الايد ويسيح شوية يعني. وبعد كده هدمجها بقى عادي على البشرة كده. وميزة برضو الاندر بينتنج ان انتوا ممكن تغلطوا عادي جدا، تعكوا العك اللي انتوا عايزينه وتصلحوا بقى بكونسيلر او فاونديشن بعد كده عادي جدا. لكن لما بتعملوا العكس وتغلطوا بتضطروا، يعني بتبقوا اوريدي حاطين فاونديشن وكونسيلر، فلما بتغلطوا بترجعوا تحطوا فاونديشن وكونسيلر تاني عشان تصلحوا الغلط، فبيخلي الشكل كيكي شوية على البشرة. وهستخدم الفرشة بان انا ارجع تحديد مناخيري، زي ده مش كونتورينج، بس الطريقة دي بتخلي ان لما بتحطوا فاونديشن بعد كده مش بتخلي المناخير شكلها فلات، يعني كأن ليها دايمنشن بس مش اكتر. وبرضو تحت الفك كده بيعمل برضو تحديد للوش. وبفكر ان انا اعمل ميكس في البلاشز، وواحد منهم اللي انا هستخدمه الميك اب باي ماريو، وده في درجة داستي روز. هي درجة يعني داستي روز كده بالظبط، بس فيها زي شيمر ذهبي كده خفيف، معرفش يعني مش بيبان قوي، بس يعني هي دي الدرجة. هي روز خفيف كده بس حلوة قوي على البشرة. وهستخدم معاها درجة تانية تكون بينك اكتر شوية، بتحس تدينا بقى اللون البينك بتاع الفالنتاين، بس مش عايزة البينك هو اللي يبقى كتير قوي. فهستخدم الداستي روز ده كده الاول، وبما ان احنا عايزين اللوك يبقى بلاشي جدا فهنحط شوية يعني اكسترا من البلاش. والستيكس بتاعت ميك اب باي ماريو دي حلوة قوي في ان هي بتدمج بسهولة جدا، وساعات يعني بحس ان هي بتدمج بزيادة، اللي هو انا عايزة بلاش زيادة، فمش بخاف ان انا ازود منها قوي يعني. وزي ما انتوا شايفين ازاي البلاش دخل مع الاي شادو وشعري دخل معاهم، بس فتحسوا ان الالوان كلها ايه يعني من عيلة بعض، يعني مفيش حاجة شكلها غريب او odd. وهستخدم شوية بلاش على المناخير كده برضو. يعني انا ممكن اجل البلاش التاني دلوقتي لحد ما نشوف اللوك هيروح بينا لفين، بس يعني كبداية ده شكله كده لطيف وبلاشي، يعني شكله بلاشي. فدلوقتي بقى هستعمل التو كونسيلرز دول، ودول يعني بستخدمهم كل فيديو تقريبا دلوقتي. ده بتاع الهدى بيوتي درجة فاتحة جدا، وده بتاع التاور 28 ودرجة غامقة شوية، فبخلط الاتنين ببعض وبيعملوا لي درجة كويسة من الكونسيلر. وممكن ان انا استخدم التاور 28 بما انه غامق شوية في ان انا اعمل تغطية على الحبوب مثلا شوية مش كتير، وهو التغطية بتاعته عالية. والفاونديشن برضو تغطيتها كويسة، بس مفيش مشكلة بما انه يعني لكم مناسباتي شوية ان احنا نزود التغطية. وبعد كده هبتدي بقى احط الكونسيلر في الاماكن اللي محتاجين فيها كونسيلر، وهاخد بالي حوالين الوينج اللي احنا عاملينه. هرسم كده الكونسيلر وراه بالظبط، بحيث ان احنا ننضف الوينج يبقى شكله شارب. طبعا لو انتم مش عايزينه شارب قوي ما تعملوش حركة الكونسيلر دي، يعني ممكن تدمجوا الكونسيلر عادي كده، مش قريب قوي من الوينج، بس انا بحب اخليه شارب. ومش هحط اكتر من كده، يعني لو عوزت ابقى ازود، بس هبدأ بالكمية دي وهدمجها بالسبونج بتاعتي. فشايفين هيخلي الوينج شكله شارب ازاي. هدمج الكونسيلر اللي على الحبوب كده، بس مش هدمجه جامد عشان يفضل محافظ على التغطية بتاعته. بعد كده بقى هاخد حبيبة قلبي الفاونديشن دي من هاوس لابس. اللي عايز يعرف درجتي اسمها 175 لايت نيوترال.
كنت عملت عليها فيديو كامل وعملت عليها ريفيو، كذا ريفيو، وريفيو بتاع اخر السنة. بجد فاونديشن خطيرة. لو انتوا عايزين تستثمروا في فاونديشن حلوة قوي بجد جربوا دي. هاوس لابز براند بتاعت المغنية اللي اسمها ليدي جاجا، وفعلا من احلى يعني تقريبا احلى فاونديشن جربتها في حياتي يعني مش بس في سنة 2023، لا ان جنرال في حياتي كلها دي احلى فاونديشن جربتها. هاخد 1 بامب منها بس، حرفيا واحدة 1 بامب، وهبتدي ان انا اوزعها على الفرشة كده جامد كويس قوي كويس قوي يعني شايفين. وابتدي ان انا هبدأ بالاماكن اللي محتاجة تغطية اكتر، فبحب ابدأ دايما مثلا حوالين بقي بيبقى محتاج تغطية اكتر كده، وبعدين بستخدم بقى ايه باقي الفاونديشن على كل وشي. طبعا هي دلوقتي متوزعة بطريقة غريبة يعني، بس هنرجع بالسبونج وندمج كل الفاونديشن بس عشان اوزع كل فاونديشن اللي على الفرشة الاول، وبعدين باخد السبونج وانعم بقى كل الفاونديشن اللي انا استخدمتها. ولسه نص البامب موجودة على الباليت، استخدمتش يعني الا 10 مثلا، نصها يعني قليل، استخدمت قليل منها. زي ما انتم شايفين بقى البرونزر والبلاش بيطلعوا خفاف جدا 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 وشكلهم طبيعي. طبعا بقى اللي عايز يزود في المرحلة دي بقى هنزود عادي، بس اللي عايز اللوك يبقى يفضل ناتشرال التكنيك ده هو احلى طريقة للناتشرال. والحمد لله لسه البشرة فيها جلو، شايفين ازاي كويس، جلو كويس يعني. برضو مش احسن حاجة بس احسن من اللوك بتاع الفيديو اللي فات. بعد كده هاخد بقى من البلاش التاني اللي هو لونه بينك ده، وهحط نقطة واحدة في كل ناحية وهدمجها، بحيث اولا نزود بلاش تاني، لان البلاش بتاع ماريو زي ما بقول لوكو بيدمج بسرعة جدا وبيبقى خفيف which is يعني حاجة حلوة ساعات، بس لو انتوا عايزين حاجة بلاشي تبقى مش حلوة قوي محتاجين تحطوا منه مثلا كذا طبقة او كده. وكمان اللون بتاع الماريو يعني داستي روز او زي روز خفيف، لكن احنا عايزين يعني بما انه لوك بقى فالنتاين وكده عايزين شوية بينك بس اكسترا بينك كده على الوش. هاخد الباودر بتاعت هدى بيوتي دي اللي هي في درجة باوند كيك، وهحط باودر يعني هحاول اخليه في نص الوش، بس انا مش عايزة اشيل الجلو اللي على وشي ده خالص، ده احلى حاجة، ده اللي انا كنت بحاول اعمله في الميك اب اللي فات، فما ينفعش اشيله، كان وحشني من اللوك اللي فات. فهتأكد الاول ان مفيش خطوط تحت العين. هاخد شوية باودر على الباف كده اخففها، اشيل التخطيط، وبعد كده احط من الباودر هخليها بس في نص الوش، مش عايزة كل الجلو اللي على الخد ده مش عايزاه يروح، فهركز عليها بس في النص هنا كده، الحتة اللي فيها مسام، الحتة اللي فيها تكستشر، لما اللمعة تطفي بيبقى شكلها طبيعي او مش طبيعي، بيبقى شكلها احسن شوية مهندم اكتر. هاخد بقى الاي شادو البني ده وهمشيه تحت العين، وبكده نكون خلصنا ميك اب العين. مش عايزاه يبقى شكله تو ماتش او يعني الوان اوفر. بعد كده هاخد هايلايتر يكون يعني قوي شوية، وهي هبتدي احط في الانر كورنر دي بقى حركة يعني هتدي بقى ايه، هتعمل فرق بقى في اللوك خالص. شايفين بقى الفرق ما بين العين دي والعين دي، وممكن نحط منه شوية تحت عظمة الحاجب كده، وممكن بنفس الهايلايتر ناخد بس حاجة بسيطة في النص هنا ترجع، شايفين زي اضاءة كده لنص الوش، نفس الحاجة هنا. وكمان بحب احط على طرف الشفايف من فوق، وكده كده الخد عليه جلو فانا مش هزود اي هايلايتر على الخد. حطيت شوية ليب لاينر خفيف كده يعمل كونتور للشفايف، وبعد كده هستخدم الليبستيك ده من براند ميلاني، دي درجة اسمها سيكريت، والمفروض ان هي شبه بيلو توك بتاعت شارلوت تيلبري، هي زي بينكي نود كده. انا هحط منها في نص الشفايف
وبعد كده هستعمل الاسنس، هو الكلام كله اتمسح بس ده الاسنس اللي هو الاكستريم شاين، ده الليب جلوس الشفاف. والجلوس ده حلو قوي على فكرة، بقيت يعني مع اني جايباه بقالي فترة بس بقيت احب احطه على اي ليبستيك دلوقتي. بس كده، وهو ده لوك الفالنتاين بتاع السنه دي بتاعي. زي ما قلت لكم انا ما بنزلش في الفالنتاين، ما بحتفلش، بس للي عايز. بس ده تخيلي للفالنتاين لوك بتاع السنه دي، بيس ده على حاجات الترندي بتاعت السنه دي، الجلوي ميك اب، الحاجات السيمبل اي ميك اب، لان الاي شادو كتير ما عادش موضه قوي دلوقتي. بس الوينج، السمادج وينج ده مثلا، او الاي لوك الخفيف طالع موضة، النود ليبس، كل الكلام ده طالع موضة. فده فكرتي عن اللوك بتاع الفالنتاين بتاع السنة دي. طبعا مش يعني شعري مسبب لي ديستراكشن جامد، فبحاول ان انا خليك، لا مش حلو برضو، خليه كده. فده فكرتي عن لوك الفالنتاين بتاع السنه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اللوك انا بصراحه اللوك عجبني جدا، عجبني السمارجد وينج وان هو مدي سحبه للعين كده، عجبني البلاش الكتير، الجلوي ميك اب، وبصراحه كل حاجه عجبني. النود ليبس حتى كمان عجبني قوي الليب كومبو اللي انا عملته. ف شعري وحش قوي. فاكتبوا لي في الكومنتس رايكم في الميك اب. اكتبوا لي لو انتوا بتنزلوا في الفالنتاين، لو انتوا بتحطوا ميك اب في الفالنتاين، لو انتوا اصلا ما بتحتفلوش بالفالنتاين، لو انتوا مثلا عجبكم اللوك بس ممكن تستخدموه في مناسبات تانية او كده. اكتبوا لي كل ارائكم في الكومنت سيكشن داون بيلو. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. و thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.